السلام عليكم، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم انا بنات هاد الكيك اللي زوين واقتصادي وساهل وبسيط. راه واخا تكوني عمر كيما وجدتي هاد الكيك هذا، راه هو واحد الكريمه اللي ساهله ورخيصه. تشهيتي ديال الكيكه اختي، ما عليك الا تتبعي الطريقه من الاول حتى الاخر. واحد الكريمه اللي بنينه وكتجي زوينه وفي التقطع كتبقى واقفه، والكريمه اقتصاديه بلا كريمه الشونتيي، يعني ساهله ورخيصه. والمول هاد المول راه رخاص وراه ما بقاوش غاليين. انتي تقدري توجدي هاد الكيك هذا في اي مول عندك، ماشي ضروري هذا المول هذا. بسم الله على بركه الله وغادي نبداو. عندي هنايا واحد القشيره ديال الليمون، واحد الليمونه حكيناها او حامضه او برتقاله حكوها في الحكاكه الرقيقه. ندير 3 ديال البيض اللي كيكونوا خارجين من الثلاجه من قبل. يعني يمكن لكم تخرجوا هذا البيض ضروري، والعصير البرتقال ولا كان عندكم حليب ولا شي حاجه خرجوا دائما من الثلاجه من قبل في الصباح وخدموه في العشيه، ولا في الليل وخدموه الصباح. درنا واحد رشيشه الملحه. الله يحفظكم البنات، الله يكبر بكم. جيم اختي القناه واحد لايك والفيديو باش يطلع، وبارطاجي مع اختك مع صاحبتك، بارطاجيو هذه القناه باش تطلع شويه. الله يحفظكم ويكبر بكم. المهم انا دائما كنوجد معكم وصفات اللي هي سهله وبسيطه واقتصاديه، وفي نفس الوقت اي وحده يقدر يوجدها. يعني ما فيهاش يمكن شي مقادير اللي هي صعيبه. هنا كاس ديال السكر كما كتشوفوا ما عامرش بزاف، كما كتشوفوا هذا الكيسان اللي عندنا، هذا الكاس هذا اللي فيه السكر راه كيكون شويه صغير على الكاس العنبه. انا درت فيه السكر حيت ما بغيتش الكيك ديالي يكون حلو. هاد الكيسان هادو كما كتشوفوا د العنبه راه كيكونوا البنات هادو كيكونوا شويه كبارين على الكاس الاخر. زيد عليهم بواحد الكاس، هاد الكاس العنبه زيد على داك الكاس الاخر بواحد، عفوا بواحد المعلقه ماشي بكاس، بواحد المعلقه. المهم نتوما كتشوفوا المقادير اللي عطيتكم باش نتوما عبروا هاد المقادير ديالكم عبروها بكاس العنبه او الكاس اللي غتبداو به. في الاول عبروا به كلشي، انا غير ما بغيتش يجيني الكيك حلو، داكشي علاش درت بداك الكاس الاخر. صافي البنات. المهم عندي واحد شاصي ديال الفاني، ودرت شويه ديال عصير البرتقال باش ما كتحجرليش البيض. داك اصفار البيض ديال البنات دائما كنقول لكم انا الا كان عندي ياغوز كندير واحد المعلقه، الا كان حليب كندير واحد المعلقه في الاول. دابا درت شويه ديال عصير البرتقال باش داك اصفار البيض مع السكر سنيده كتحجر. صافي البنات. المهم غادي نخلطو مزيان هذا العصير مع البيض. انا نشعل الفران ديالي من الاسفل ومن الاعلى، كل وحده والفرن ديالها، كل سيده والفرن ديالها. المهم زيد كاس ديال زيت العنبه كما كتشوفوا ما عامرش بزاف، يعني ناقص غير واحد شويه، واحد نص سنتيم هكاك اللي ناقص. وغادي نخلطهم مزيان. الفرن شاعل، ملي كنقرب ندير الكيك ديالي كنطفي الاعلى كنخليها للاسفل. العافيه كتكون النار كتكون شويه متوسطه، ماشي كنقفلوا كاع الفران في مره، كتكون متوسطه. وكندير واحد المقله في الفران بحكم انا عندي غير سلوكه في الفران، يعني كويزيني فيها داك السلوكه، كندير واحد المقله د الحرشه. كاس ديال الدقيق الاول راكم شفتوا العبارات كيفاش دايرين، يعني الكاس كيكون هكا ما عامرش بزاف يعني ممسوح. وغادي نزيد الدقيق. المهم 2 كيسان وغنزيد. انا عندي جوج خمارات بيكن باودر، كل وحده فيها 8 غرام. وغادي نخلطوا المكونات ديالنا مزيان. صافي فاش كندخلوا الكيك ديالنا في الفران يطيب البنات كنخليو النار من تحت المول حتى كتبدا المهم فاش كيبدا عفوا الكيك ديالنا كيطيب ما كنحلوش عليه، كنشوفو غير مزاجه. ولا عندك الفران هكا مسدود حتى كدوزي نص ساعه عادي يمكن لك تقدري تشوفي الكيك غير بشويه وسدي على ما تحليش الفران كاع باش ما الكيك ديالك ما كيهبطش. ندير 2 معلقات كبارين ديال الكاكاو المر بالمعلقه الكبيره. انا راه غير عبرت لكم درت بهذه المعلقه، هذه المعلقه اللي عندي في الطبسيله ديال السبوله هذيك عبرت بها 2 معلقات كبارين ديال الكاكاو عامرين مزيان. هذه المعلقه هذه راه صغيره شويه، هذه انا العباره عندي معبر بالمعلقه الاخرى هذيك الكبيره. صافي كنديروا هاد الكاكاو كيكون مغربل من قبل، ضروري نغربلو الطحين من قبل، الكاكاو من قبل وكنحطو قدامنا راه كلشي مغربل. صافي كنزيد المعلقه ديال الخل. انا علاش درت هنا الكاكاو مع الطحين في الاول، راه باقي غنزيد الطحين. ديما ديروا الكاكاو في الوسط مع الطحين مع الكاس الاول، وعاد زيدوا الطحين ديالكم باش ما تصدقوش انكم ديروا له الطحين كافي 2 كيسان ونص ديال الدقيق، وعاد زيدوا 2 معلقات ديال الكاكاو في الاخر، غادي تقصح لكم هاد الخلايا طريق قصاح. يعني من الاحسن انكم تتبعوا الطريقه هذه. نزيدوا واحد المعلقه ديال الطحين اللي عندنا او الكاس، او ديروا 2 كيسان ونص ديال الطحين. صافي المهم غنزيد معلقه واحده اخرى. دابا ندير غير معلقه وغادي نخلط مزيان وعاد نعاود نزيد. المهم صافي هاد المعلقه الاولى ديال الدقيق ونزيد معلقه واحده اخرى وغادي نخلط مزيان. صافي المهم هنا فاش كنخلطو مزيان المول اللي عندكم ديروا فيه. انا عندي واحد المول، المهم المول عاد شريته دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق. نتوما اللي عندكم الزبده غدهنوا المول ديالكم بالزبده وبلا ما ترشوه بالدقيق.
صافي البنات المهم هذا هو المول اللي شريت انا. هذا المول هذا راه رخيص، راه ما بقاوش غاليين. راه في الاول كانوا كيديروا قليله شي 100 درهم اللي كانوا كيديروا، دابا شي 75 درهم باش شريته انا. 75 درهم راه رخاصو، وكيجي راقي في الحطه وكيجي زوين. انا ما كانش عندي زيت الزبده ما كانش عندي، دهنت بالزيت ورشيت بالدقيق. نتوما اللي عندكم الزبده كترشوا دهنوا غير بالزبده صافي. صافي غندير الخليط ديالي في المول وندخلو للفران. الطياب ديالو غيدير ليا شي ساعه الا ربع، يعني شي 35 دقيقه هكاك. ملي كدوزو نص ساعه كتبقاو تطلعوا على الكيك ديالكم. الا كان الكيك ديالكم طاب تقريبا هو كيدوز لكم شي 45 دقيقه هكا، كتبقى لكم شي شويه هكاك. ملي كيطيب كتشعلوا شويه من الفوق وصافي كتخرجوا حيت الكاكاو ما كيبغيش طيب بزاف. صافي المهم غندخلوه للفران ان شاء الله ونرجع معاكم. صافي الكيك ديالي بعد ما طاب، هذا هو الكيك اللي طيبت معاكم. تبارك الله ما شاء الله جا زوين. هنا اختي غادي نقلبوا معاكم، واجيو تشوفوا فاش كنبغيو نقلبوا هذا الكيك. كنقولوا يا غتخرج زوينه يا غتلصق لينا، ولكن هاد الليمون هادو راه ما كيلصقوش والله الا راهم زوينين وما كيلصقوش. انا راه فايته مجربه هذاك الطويل ديال البيم وما لصق لياش، يعني ما كيلصقوش راهم زوينين. صافي غادي نقلبوها واحد جوج ثلاثه. ايوا تشوفوا معايا دابا فاش كنقلبوا هاد الكيك هذا راه كتكون فيك واحد الخلعه كتقولي ياك ما لصق لي الكيك ديالي. صافي المهم انا غادي نقلبوها. هانتوما تبارك الله ما شاء الله راه باقي سخون. نتوما فاش طيب لكم الكيك راه خليوه واحد شويه في الفران راه تحيدوه غير شويه هكا، يبقى واحد شويه في الفران واحد تقريبا 5 دقائق هكا وهزوه من الفران. ما تهزوش هو سخون تخرجوه. انا راه باقي شويه سخون غير باش نكمل معكم المونتاج. هنا هاد البيو ديال اللي فيها البنات هذاك غير هذاك الزيت والدقيق. انا قالت لي بنتي صافا ماما خليه غير هكا بلا ما تزيني راه هو زوين. انا بغيت نحيدو هكا داك الدقيق هكا بواحد الشيته نمسحو نفوضوه مزيان نحيدوه منه، وغادي نرجع باش ندير له الكريمه. انا فاختي باش تجيني الكريمه زوينه ما تجيش فيها داك البيض ديال الدقيق. عندي هنا 2 كيسان ديال الحليب البنات، 2 كيسان د الحليب بكاس العنبه. غادي نخلي داك الكيك ديالي على جنب نغطيه ونخليه وندوز نوجد معكم الكريمه. هذه هي الكريمه اللي سهله واقتصاديه وبسيطه، يعني ما طربي الطرب ما والو. عندي هنايا واحد الشاصي ديال الفاني و2 كيسان د الحليب، وعندي شوكولا كالا في اللي عندكم نتوما غادي تستعملوها. وعندي 2 معالق كبارين بومبي ديال بودره كريم باسري، 2 معالق كبارين. ما ديروش البنات الكريمه ديال العبار، هاد البودره ديال الكريم باسري جيبوها ديال العبار وديروها راه كتكون عندهم بارده. الله يعطيكم الصحه راه كنوصيكم راه كتكون بارده ما غتجيكمش الكيك ديالكم الكريمه ديالو واقفه، راه غادي تجيكم الكريمه ديالكم سايحه وجاريه ما غاديش زوينه. انا فايته نجربها. يعني من الاحسن تمشيو عند اي حانوت عندكم ولا بقال تاخذوا من عنده كريمه في الباكيه. يعني تاخذوه في الباكيه بحال اللي كناخذوا الكريم شونتي كتكون فيها باكيه ديال الكريم باسري كتكون مكتوبه عليها الكريم باسري بودره الكريم باسري، وكتاخذوا فيها تكون فيها الملفايه كتكون مصوره فيها الملفايه. هذيك هي احسن بودره الكريم باسري. صافي البنات المهم العباره هي ما كتكون زوينه، كتكون عندهم قديمه وكتكون بارده، وملي كتجيبيها راه ما كتكونش قاصحه. كندوزو الكاسرونه فوق النار كما شفتوا فوق النار حتى كنبقاو نحركم على الجوانب مزيان باش ما تلصق لكمش الكريمه وتشيط لكم تحرق لكم. حتى كنشوفها قصحت لينا واحد شويه كطلعوا فيها واحد الفقاعات وكنحيدوها مباشره. كندير فيها الشوكولاط ديالي. انا هنا عندي شوكولاط ديال كالا شريت 2 دراهم البنات، كان عندي تقريبا واحد 5 القطع اللي كانوا عندي في الدار. المهم نتوما شريو واحد 3 دراهم ديال الشوكولاط غديروها قدامكم. صافي غتبقاو ديروها هكا بشويه، 3 دراهم راه كافياكم. غتبقاو ديروا بحال هكا بشويه حتى كتشوفوا داك اللون. وما درناش السكر، علاش في الاول ما درنا السكر في الحليب؟ لان الشوكولاط راه هو حلو كتجي الذوق راه هو زوين، يعني مع الحليب مع الشوكولا راه كتجي هي هذاك المذاق ديالها كتجي هي هذيك الكريمه وكتجي واعره. كنزيدوا واحد شويه غير ويس المعلقه ديال الزبده ديال الماكله، كنحركو مزيان. باقا الكريمه سخونه وحنا كنحركو. المول غسلناه من داك الكيك الاول اللي درنا فيه الكيك غسلته ودهنته بشويه ديال الزيت هكا بشيته. نتوما كتشوفوه هو قدامكم، ضروري دهنوه بالزيت ماشي بالزبده. وغادي نحركو مزيان حتى كنشوفوا كلشي ندمج. انا زدت واحد القطعه الشوكولا. انا قلت لكم المهم كانت عندي انايا شريت 2 دراهم وكانت عندي تما واحد 5 القطع في الثلاجه زدتهم. صافي البنات المهم نتوما ديروا 3 دراهم ديال الشوكولا راه غتجيكم هي هذيك غتجيكم نيشان عبار ما تخافوا حتى من شي حاجه. الكريمه غتجيكم واقفه. غير النصيحه اللي عطيتكم ما تشريوش الكريم البودره ديال الكريم باسيل اللي العبار، جيبوا الباكيه. صافي البنات المهم هادو هما المقادير اللي عندي. غادي نشد المول ديالي وغادي نجيب الكيك ديالي اللي صوبت معكم، وضروري كنحركو مزيان باش كنذوبوا داك الشكلاط اللي كاين. حركو مزيان حتى كيندمج لكم داك الشكلاط.
يمكن لكم هاد المقادير هادو ديروهم بالشوكولا في البيض، الا كتبغيو البلو شوكولا بيضاء ديروها بالشوكولا بيضاء، الحليب مع الشوكولا بيضاء اللي بغيتو. صافي المهم هنا كندهنوا المول مزيان بشويه ديال الزيت باش ما يتلصقناش، ضروري هاد العمليه هذه. وكنخويو هاد الخليط اللي صوبناه، كنخويوه هكا بالزربه، ماشي تخليوه حتى يبرد ليكم عاد تخويو، راه غتلقاو تما صافي ما غتقدروش تخويوه، الا بقات بارد ما تخويوهش، ما تقدروش تخويوه. صافي المهم هو باقي سخون كنصبوه في هذا المول هذا اللي عندنا، ومباشره غنشد الكيك ديالي وغادي نقلبو، غنردو المول ديالو بنفس الطريقه، غنردو المول كما كان في الاول. غنرد الكيك ديالي، ها نتوما كتشوفوا الكيك تبارك الله ما شاء الله، جا زوين وجا بومبي وهشيش، والله الا كنهزوها هما طريفات راه طاحوا منه بقاو تبارك الله ما هو هشيش. صافي غادي ندخل الكيك ديالي في المول وكنحاول نضغط شويه بيديا باش ديك الكريمه كتطلع مع الجوانب ديال الكيك. ضروري هاد العمليه هذه وكنخليوه يبرد، كندخلوه للثلاجه وكنغطيو عليه. من بعد ما كيدوز لكم تقريبا واحد 2 سوايع هكا، ولا ديروه نتوما في الصباح وخرجوه في العشيه. صافي كنخرجوه من الثلاجه، ها نتوما كنهزو شويه بحال هكا بيديا مع الجوانب بحال هكا، كنهز الكيك ديالي غير بشويه كنهزو باش داك الكريمه ما تبقاش لاصقه في المول. كنحاولوا نهزو كنشوفوا الكريمه مع الجنه بان راه ما لاصقاش في المول. ها نتوما كتشوفوا الطريقه. صافي كنحركو واحد شويه هكا باش منين نقلبوا المول ديالنا يعني تتقلب ما تلصقش الكريمه، يعني يلا 1 2 3 هنا غنقلبوا هاد الكيك ديالنا. ايوا هنا اللي المفاجاه، واش غنلقاو الكريمه لاصقه واش غنلقاوها ما لاصقاش. ايوا انت وزهرك اختي. والمشكله فاش كيكون عندك الضياف ولا باغا ديري كوموند وهي اللي كتعكس لك الحاجه وما كتبغي تطلع. ايوا الحمد لله. المهم ها نتوما كتشوفوا الكيكه خرجت واعره وزوينه اختي وما لاصقه ما والو، تبعوا غير الطريقه. صافي المهم هذا هو الكيك ديالي، ها نتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله طلع البنات كيحمق وزوين. هنا عندي شويه د الكراميل كنت مصوباه في الدار، هانتوما كتشوفوا الكراميل راه مصوبينه بالسكر وكتزيدوا معاه شويه د الزبده، ولا عندكم الكريمه ديال الطبخ كتزيدوا واحد شويه. المهم كتصوبوا الكراميل ديالكم نتوما كما بغيتو تزيني، باش ما بغيتي يمكن لك تخليه غير هكاك ما تزينيش كاع، راه هو راسو زوين زينت بشويه الكراميل. وهذا هو الكيك ديالي. يمكن لك تزيني بالشوكولا في البيض، تجيبي قطعه ديال الشوكولا تذوبي مع شويه ديال الزيت وديريهم في هذاك البوش وتزيني بيهم عادي باش ما بغيتي غتزيني. المهم الكيكه البنات تطلع واعر 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 كيحمق. المهم جا مفشفش بالكريمه، جات بداك المذاق ديال الشكلاط جا زوين. المهم جات زوينه، غير جربوها على ضمانتي غادي تعجبكم. وكنشكركم بزاف على المتابعه والدعم ديالكم، الله يكبر بكم ويحفظكم. لي لايك الفيديو والبارطاج مع خوتكم وصحابكم. بسلامه عليكم. فيديو جاي ان شاء الله يا ربي غادي نخليكم تشوفوا الكيك يطلع بعدا. شوفوا هانتوما كتجي الكريمه واقفه وزوينه ولي كيك من الداخل كيجي مفشفش. وتقطعوا واخا تاكلوا الكريمه ديالكم كتجي واعره، يعني ملي كتاكلوا الكريمه ملي ما كطيحش الكريمه كتبقى شاده بلاصتها. ها انتم حطيه قدام ضيافك كيجي واعر وزوين. ايوا سمحوا لنا اختي اللي كتوحم تسمح لينا، الله يحفظكم الله يسهل عليكم. بسلام عليكم.